السلام عليكم وليداتي اللي منورين لي حياتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنهضر لكم على واحد الفيديو مهم جدا اللي سولوني عليه بزاف ديال الوريدات، اللي هو حقن السيقان. خصوصا واحد الوريده متابعه جات عندي الانستغرام وكتوصل لك سيقاني ضعاف، لك سيقاني ضعاف، عافاك. وهذا الموضوع السيقان هضرنا عليه شحال هادي، هو انني انا بغيت نديرهم ولكن الدكتور العمراني قال لي لا. ولا علاش هاد لا ما كناش عارفين السبب. في هذا الفيديو هذا غنطرقوا الموضوع ديال حقن السيقان، الموضوع من جهه طبيه ومن جهه العلميه نقولوا عليه كل شيء. وفي اخر الفيديو انا ما نسيتكمش وتواصلت مع البروفيسور عمراني وطرحت عليه هذا السؤال هذا، وهو جاوبني بكل دقه وكل امانه. في اخر الفيديو غادي نقول لكم شنو قال. خليكم معايا وما تزابيوش وراني كنموت عليكم. كيف ما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو غنهضروا على حقن السيقان بالطريقه العلميه والطريقه الطبيه، ومن بعد غادي نقول لكم اشنو قال الدكتور العمراني بالتفصيل. بكل بساطه هاد العمليه هي ضرب عصفورين بحجر واحد. الطبيب كياخد الدهون الزايده من بلايص في الجسم ديالك اللي ما محتاجهاش ليهم، بحال الكرش ولا الجناب ولا الفخاد، وكيوحدهم وكيصفيهم، ومن بعد كيعاود يحقنهم في السيقان ولا في السيقان باش يعمروا البلايص الخاويه ويقاد الشكل ديالهم. هادشي راه يعني اي وحده غنجيبو بنت تحضيري غتكون عارفه هادشي. علاش هاد الطريقه احسن من الفيلر اولا من السيليكون؟ حيت 100% طبيعيه، دهون ديالك يعني الجسم ما كيرفضهاش وما كيديرش حساسيه، والنتيجه دائما الدهون اللي كتعيش وكيبقاو فيها العروق كيبقاو معاك دائما، ماشي بحال الفيلر اللي كيمشي وخصك تعاوديه. وعاد زيد عليها ناحيه الجسم، يعني كتكون تخلصتي من واحد الدهون اللي انت غير مرغوب فيها. كيفاش كدوز العمليه؟ شوفوا البنات، العمليه كدوز في 3 ديال المراحل الاساسيه. المرحله الاولى اللي هي الشفط. الطبيب كيجبد الدهون بواحد التقنيه دقيقه اللي كتسمى الليبوسيكشن اولا الليبوسيسيون باش ما يخسرش الخلايا الدهنيه. المرحله الثانيه هي التصفيه. هادوك الدهون كيدوزوا في واحد الجهاز كيديروهم وباش كيبقاو غير الدهون نقيه والصافيه. والمرحله الثالثه واللي هي الاخيره هي الحقن. هنا كيجي الفن ديال الطبيب، كيبدا يعمر السيقان بطريقه فنيه باش يجي الشكل متناسق وطبيعي وما يبانش داكشي منفوخ بلا قياس. فتره النقاهه، باش نكون معكم صريحه، هاد المرحله مهمه بزاف. غيكون شويه ديال الزروقيه وانتفاخ في السيمانه الاولى، وهذا عادي جدا. غتحتاجي تلبسي لاكين اللي خاصه بالسيقان لواحد المده باش الدهون كتثبت في بلاصتها. الراحه ضروريه، ولكن خاصك تبداي تحركي شويه بشويه باش تدور الدوره الدمويه ديالك. ماشي اي وحده تقدر دير هاد العمليه، اهم حاجه هي تختاري الطبيب جراح تجميلي مختص وعنده خبره، حيت السيقان منطقه فيها بزاف ديال العروق وخاصها دقه كبيره. وثاني حاجه كوني واقعيه مع النتائج. الهدف هو تحسين الشكل وتناسق الجسم، ماشي نولي بحال شي واحد اخر. الوريدات ديالي طبعا هادشي انا قريته عليكم من الانترنت. دابا غادي يجي الكلام ديال مالك اللي كدورو تا كتعيا وكتلقاو كلامي على صواب. واحد الالتفاته. انا اختي دابا عرفتي دقيتي لي على الجرح. عرفتي دابا انا في دبي كاين الاجنبيات بزاف. واش اختي روسيات اوكرانيات؟ اغلبيه هادو الروس والاوكرانيين، اما حتى الاوروبيات بزاف ما كاينينش. ماشي ما كاينينش، كاين ولكن قلال، فهمتوا؟ اغلبيه كيجيو على الشراف. كنبقى نسمع في لومبيلونس غادا جايه كيبقاو ياكلوا يمرضوا ويطيحوا يدهم السبيطار. عباد الله البنات كي دايرين يا ربي. عرفتي شمنك يا جمال، شمنك يا شعر، شمنك يا بياض عياط. حنا نقيلو ندهنو في فيتامين سي، الليمون، الحامه كنخليو ما نديروش باقي زرق ولا طاش. علاش ما عرفتش علاش حنا؟ يا ربي استغفر الله العظيم، راني ما كنسولكش يا ربي، رانا كنسولها صحاباتي يا ربي، رانا كنفوج على قلبي. ما عرفتش علاش اختي هادو ما عندهم طاش، ما عندهم اختي توحيمه في وجههم. نقوص على ابوهم، نكذب عليكم نقوص عليهم. ما عندهم اختي طاش. انا غنرجع لكم السيقان عصبروا ما عندهم اختي طاش، ما عندهم زروقيه اختي، ما عندهم حتى شي حاجه. كلشي فيهم زوين. انا نهضر على البشره والشعر. الوجه مقعد في بلاصتو، الوجه في بلاصتو.
حنا يا ربي هاتها حيدي الجبهه، وهما عندهم الجبهه والرب العالي راه عندهم الجبهه، عندهم الزنطحه قدها قداش وكتلقاها غزاله كتحمق. حنا جبهتنا صغيره صغيره من ديالها وكتلقاينا موحلين معاها، الوجه مجبد نويف في بلاصتو، ما نهضرش على العينين دوك ما نهضرش عليهم. اجيو دابا المنطقه السفليه، خلي داك ديال القزيبه وخلي نروح لها السيكان. عرفتي السيكان كي مدكوكين يا عباد الله، السيكان مدكوكين كي دايرين كيحمقوا، ما هما عقويبات ديال السكر هزي. وانتي مرا انا دابا مرا وكهضر الرجال شنو غادي يديروا اختي الرجال؟ زعما ما عرفتش، سبحان الله. وحنايا جينا دايرين بحال الطباليت، بحال الرجل ديال الطبله، ما عندها حتى شي فورمه. حق الله العظيم درت لي واحد الوريده في الانستغرام غتبكي، بقات لها غتقول يا مالك يا مالك راني درت الفورمه وقعدت القزيبه وقعدت كلشي راني وليت زوينه، ولكن مالك السيكان والو مالك السيكان. انت كتضرب واحد الحوار السيكان والو يا مالك والو السيكان. قالت لي ما عنديش ما كنلبس حتى شي حاجه قصيره، قالت لي حاجه لي 4 سراول ما نعريش السيكاني نعريهمش. قالت لي شوفي لقى شي حل، قلت لي حل لقيتو تاع راسي انا بعدا نكذب عليكم لقيتو راسي انا. عرفتش علاش وحق الله انا كنحس بعد. ولكن الحمد لله عادي باش كتبعتيني الهند والفلبين كي دايرين وهذا الحمد لله. وهذا الفلبين عندهم بدا الشعر عندهم الابيض، انا عباد الله الزروكيه لا طاش في الوجه. ما فهمتش واش من الماكله اللي كناكلوا، واش من الجو، واش ما فهمتش. المهم ما عليناش. هذا الموضوع السيغان اللي متابعه ديالي وفيه اللي هضرت معايا من شحال هادي، قلت ليها انني انا فاش هضرت مع بروفيسور عمراني باش بغيت ندير العمليه وكان عندي الدهون بزاف كان كيسحب لي انا، حيت شوف هادشي ديال سميتو ديال السيغان، هادشي ديال الشافط والشاد والحقن. حيت دابا انا وليت قريبه من الدكتور العمراني، ماشي قريبه منه يعني معرفه ديال سنين، راه مسكين كيعطيني الخاطر كيجاوبني. نتوما ما غاديش تلقاو شي دكتور اللي غادي يجاوبكم على الاسئله ديالكم بدقه. هو واحد دابا كاينه غير انسانه وحده اللي هي انا ما يقدرش يبقى يجاوب بزاف الناس في دقه وحده. فانا ملي كنطرح ليه شي سؤال مسكين كيعطيني وقت وكيعطيني خاطر وكيجاوبني، وجزاه الله كل خير على هاد الاجوبه اللي كيعطيني والخاطر اللي كيدير معايا. صراحه افضل دكتور بالنسبه لي انا لو كانت تتاح لي الفرصه نعاود نمشي عنده، ما كذبش عليكم. انا صراحه لي سولني على احسن دكتور ولا بروفيسور عمراني، انا ما كنديرش ليه اشهار، ربي الشاهد عليا، حيت راه قلت لكم انا ما رابحه من عنده والو، ما كيخلصني ما حتى شي حاجه. ولكن امانه نقول لك انا بروفيسور عمراني. علاش؟ حيت انسان اول حاجه انساني اكثر ما هو الطبيب والماده، انسان محترم. وداكشي اللي كنقولوا انا كيجيو عندي البنات كيقول لي ام مالك راه داكشي اللي قلتي على بروفيسور عمراني راه هو اللي كاين فعلا. داك الانسان راقي طيب، يعني كتحسوا شوفي راه كلنا عندنا واحد الحاسه كتحسي بواحد الانسان اللي قدامك، واش كترتاحي ليه، واش كتفهمتوا. وكاين اطباء اخرين ممكن تاهما يكونوا في حال المستوى ديال البروفيسور عمراني، انا ما عارفاهمش كاينين. المهم كنت شحال هادي في التليفون باش لقيتو، راه عاودت لكم القصه كيفاش كنت كنقلب وكنلقى غير الغلا وما كاينش الفلوس وهادي وهذا، وزيد على كان الغلا. وكانت الاغلبيه اللي كنهضر معاهم ملي كيشوفوا الفورما ديالي كيقول لي خصك ترجعي عمليات ولا خصك تنقصي من الوزن. بروفيسور عماني هو الوحيد اللي قال لي اجي غنديرها لك وما كتنقصي لا وزن لا والو، والثمن كان رخيص. قلت له انا عاقله في الميساج شنو كنت قلت له. وكنت نصف لا ما كنتش، كنت في واحد لوطيل، كنت في السوفيتيل، كنت اجازه ديالي وجاوبني مسكين، كنت صافي طلعوا هذا وجاوبني. قلت ليه دكتور بغيت نحيد الكرش وبغيت الدهون نعمر بها المؤخره وبغيت نعمر الصيغان. قال لي هو اوكي ان شاء الله يكون خير. ها السعر ملي مشيت عنده انا هو ما بغاش يحبطني ويقول لي راه ما كندوز الصيغان ولا هادي. مشيت عنده قال لي ام مالك ما نقدرش ندير لك الصيغان. المهم قال لي شي حاجه وانا ما فهمتهاش، وديك الساعه مع الخلعه والتوتر وما ركزتش معاه مزيان وما عطانيش هو شرح مدقق علاش الصيغان، فحسيت بيه بحال عنده شي عداوه معايا خديت المساله شخصيه. المهم صافي بقيت بحال هكاك، ما الصيغان ما كتشوفش بزاف الناس كيعمروهم، ما كتشوفش عليهم عمليات بزاف. المهم كاين اطباء كيديروهم وكاين اطباء ما كيديروهمش، كيجيك واضح. حنا بغينا نقطعوا الشك باليقين وبغينا نسدوا هاد الصفحه ديال الصيغان، وكتبقى ديك الساعه الحريه ديالك انت الشخصيه شنو غادي ديري.
سولت بروفيسور صيفط له اوديو جزاه الله كل الخير عني، قلت له بروفيسور هاش كاين واش الصيغان واش كتحقنهم ولا لا، حيت انا عاقله قبل من 5 سنين ولا 6 سنين فاش درتي لي العمليه بغيت ندير الصيغان وقلتي لي لا وما فهمتش منك علاش، ودابا بغيت نعرف علاش. قال لي شوف يا مالك، قال لي بالنسبه للصيغان قال لي كتحقنوا حالهم بحال اي حاجه في الجسم ديالنا، كيتحقنوا ماشي ما كيتحقنوش، سواء بالفلار سواء بالدهون، واحسن حاجه كتبقى هي الدهون. انا قال لي شخصيا ما كنديرش الصيغان، انا شخصيا ما كنديرهمش، ولكن يقدر طبيب واحد اخر يديرهم. وعلاش انا ما كنديرهمش؟ قال لي مالك، قال لي شوف الصيغان قال لي عامرين بالعروق، عامرين بالعروق باردون عامرين بالعروق اول حاجه. ثاني حاجه قال لي الجلده ديال الصيغان ماشي بحال الجلده ديال المؤخره، يعني غادي نحقنوا بواحد الكميه بسيطه قد تكاد لا ترى بالعين المجرده، ما كيكونش واحد يعني داكشي اللي انت كتبغيه، يعني داكشي اللي انت متصوره انا غادي يرجع لك الصاك ديالك ساقك فحال قلب السكر، ماشي هكاك، غادي تعمرها واحد شويه. ثاني حاجه قال لي عامره بالعروق، الا قصت غير شي عرق ولا شي حاجه الله يستر بنادم يقدر يمشي فيها. قال لي هي نسبه النجاح ديال هذه العمليه 90%، نسبه الخطوره ديالها 10%. قال لي انا ديك 10% قال لي انا كنبغي نتفاداها، قال لي زعما هذا رايي الشخصي، انا لا الزم به احد، انا كبروفيسور عمراني ما كنديرش هذه العمليه هذه نظرا لديك الخطوره ديال 10%. قال لي ما كنبغيش نقص الصيغان، ومن حقه حيت الله يستر الله يستر الله يستر ملي كتوقع شي حاجه الناس اللي كيتفرجوا مثلا اول الله يسر ما غيديروا العمليه وغتوقع شي حاجه غتخرج في هذا واحد الطبيب هكا في مراكش دار العمليه ماتت السيده ولا وقع له تشلات ولادي هذاك الدكتور ما مزيانش، وحنا ما عارفين شنو واقع، انه راه عمر لها السيغان ما تنقص شي عرق ولا هذا بز منه يقصدك على حقاش عامره بالعروقه، كتولي ايادي الاتهام تشار اليه وما كنعرفوش حنا شنو واقع، حنا ماشي اطباء وماشي. فقال لك الخطوره ديالها واخا داك 10% قال لك انا ما نديرش حيت عامره بالعروق، الله يستر تقاس شي واحد تمشي فيها المريضه. ايوا اختي شنو دابا حنا ملي كنشوفوا شي وحده عندها الفورمه زوينه كنفرحوا ليها وداك الشيء، ماشي كنفرحوا لها ما كنفرحوش لها الصراحه، كنتفقسوا وكنبغيو حتى حنا نديروا بحالها كنفرحوا لينا حنايا حيت كاين واحد الامل. ولكن ملي كتشوفي شي وحده ماتت سمور العمليه كتبقاي تخلعي ناري على من الله ديك الطبيب شتا ليها شنو وقع ليها، كتبقاي تسائلي راه تيكون هذا الشيء وحنا ما عندناش علم به. دابا النصيحه لداك الوريضه انا قلت لك شنو كاين، الصيغان فيهم خطوره، وواحد الحاجه قال لي كيبقى من بعد الحريق، واحد الحريق قال لي تيكون انسيبورطابل، واحد الحاجه البنات الشيء المؤخره ديالي انا اللي عمرتها وحق الله العلي العظيم، عندي شي الم كيبقى يجي ليا في رجليا، كيبقى يجي ليا حيت عمرتها بزاف. الفخاد اللي قصتهم انايا دابا وحق الله الا ما ندمانه على فخدي، راه قلت لكم عندي واحد الوصفه بحال الشكوى الفخاد، راه الا كنتي ما كانش شي طبيب الا ما كنتيش غتشرطيهم وتشديهم بلا ما تقيسي فخادك، انا تنقولها لك بلا ما تقيسيهم بلا ما تلعبي فيهم حيت غادي تشوهوا. انا دابا والله ما كرهت زعما الا كانت عندي الشحمه ورجعت عند بروفيسور عمراني نقول ليه عافاك دكتور رجع لي شحمتي للفخذ ديالي، غير رجع لي فخدي عمروا لي ما يبقاش كي الشكوى، وغادي نشوف معايا الا لقى لي شي شحمه نحاول نخلي راسي هكا غليظه ما نضعفش حتى انا خصني دابا نضعف كما قلت لكم ديك المره رجلي راه القدم ديالي وهذاك القدم ما عندوش شي حل من غير انك تلبسي داكشي ميديكال وتنزلي الوزن، حيت كانت ماما الله يرحمها وبقات بي كتعاني حتى غير ماما مسكينه كانت ماشي بحالي انا شويه كانت هاون ما عنديش مع داك الاطباء ماشي كانش مع السبيطارات بزاف، ماما لا كانت كتخاف كتمشي تدير سميتو كتبقى زعما هذا نقولوا لي نتوما اللي قالوا لها كديرها فهمتوا. فمشات دارت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ضربت الابره في القدم كانت مسكينه كتقصح، شنو اخر ضربت الابره في القدم وكانت كتقصح، ضربت المهم دوايات سكانيرات ما خلات ما دارت، وفي الاخر هذاك الشيء ما عنده حتى شي دواء، خاصك انت تضعفي. هما رجعوا في الصيغان اختي اللي بغيتي تعمريهم غتسيري تعمريهم. المهم بروفيسور عماني ما كيديرش هذه العمليه دي باش يحيدوها من بالكم، شي طبيب واحد اخر قال لك نديرها لك سير اختي بغيتي ديريها سيري. انا عن نفسي ما نخاطرش
قال لي البروفيسور هاد الهضره هادي، مع العلم انه هو يعني هو راه دكتور، ودكتور راه كيتخلص، يعني نورمالمون خصو هو يشجعك باش ديري اي حاجه باش ياخذ فلوس نورمالمون. فهمتوا؟ نورمالمون ما عندوش هو الربح في انه يقول لك السيغان كذا وكذا وكذا، بالعكس جي ودير. ولكن بما انه دكتور قال لي انا ما كنديرش حيت فيها خطوره، انا عن نفسي كأم ملك ما نديرش، لحقاش انا شحال نعيش في هاد الدنيا هادي راه اخرتها موته. صافي درنا داكشي اللي مهم. هذا الصيقانه كتقدري تلعبي عليهم بالصباط، كتقدري تعريهم عادي. ترى راه خصك تحبي راسك، شي راه ما حبيتيش راسك، ما حبيتيش العيب اللي فيك وما خديتيش صاحبك على عيبه، راه عمرك راه واخا تعمري السيقان ما غيعجبكش. ملي غتعمري السيقان ويعجبك غتبان لك شي حاجه اخرى. صافي سيقان غير حاولي تعريهم، عريهم مره وعريهم، ماشي شغلك في بنادم. وانتي شوفي اللي كفاس منك، واصلا الا كانت عندك الهردوسيه زوينه كتغطي لك على التحت، صافي ما كيبقاش بنادم يركز معاك لتحت. فهمتي؟ بالعكس عادي ديريهم، بقاي تدلكيهم بزويته ولا بالحلبه ولا شي حاجه. مهم صيغان صعابين كما قلت لكم. انا عن نفسي ما هذا، وهذا الشيء سبحان الله عاوتاني راه الكمال لله وحده، راه ما غاديش تكوني كامله. كاين سبحان الله اللي فانا قلت لكم دابا كنشوف هنايا ديك روسيت اوكرانيات كيدايرين فنين ما داينه ما دايراش تجميل، حيت اللي دارت تجميل باينه. واحد خيتي نزلت معايا في لاسانسور، عرفتي برقتها مزيان، برقتها عرفتي تروا ديمونسيون، عرفتي من اللور من القدام من جنب مع كاين المرايات، وانا جيت من موراها شتا من اللور شتا من القدام المرايه دايره تجميل، واقيلا تجميل كوري. عينها مشرقين لها عينيها مزيان ومجبدين لها وجهها، الصراحه وجهها غزيول. حاجه وحده اللي ما غزيولاش مور ودنيها عندها جوج البرقوقات، برقوقه من هاد الودن وبرقوقه من هاد الودن ديال داك الخياطه ديال التجباد. واش عاد تمشي ليها من بعد، واش غتبقى لها هكاك؟ انا كنظن غتمشي لها من بعد، وقيلا العمليه باقا جديده عندها في وجهها هادي. قلت لك عرفتيش منك يا صيقان من داك كوكين، انا عارفه راسي واخا مثلا نعمر الصيقان تقدر تجي فيهم شي عيب ولا تقدر دير فيهم شي مصيبه ولا صافي ماشي مشكل. نحاول نضعف راسي باش نتقاد. وهذا انا الحمد لله سيقاني صعبه، يعني ماشي داك العيب، وانما كوميم انا المشكله عندي في الفخذ. قلت لهم خصني نعمرو نرجع فيه الدهون، ومشكله الفخذ صعيب. هادشي اللي كان الوريدات في الصيقان راهم كما قلت لكم راه كيتعمروا، ولكن كاينه نسبه الخطر. وكيف قال البروفيسور عمراني، قال لك انا ديك 10% ما نبغيش نتحمل مسؤوليتها. حيت تقدر تجيك من زهر كنتي ما تكون عندك الزهر تزيد تكملي. احسن اختي حبي راسك وصافي، ولا شوفي لك شي طبيب. دابا انا قلت لك راه كدار، الا لقيتي طبيب قال لك نديرها لك راه كدار، ولكن انت عارفه كل شيء المخاطر اللي فيها وهذا، وتقدر تنجح لك. وانا شفت الناس داروها في انستغرام ماشي بزاف، ولكن شفت اللي داروها. ولكن واش عاشوا من بعد، واش مزيانه من بعد، واش انا شفت وحده شفتها انا هنا في البحرين، مشات لمصر دارت العمليه عمرت الصيقان. قلت لها واش عمرتهم؟ قالت لي عمرتهم. بقيت كنشوف ما بان لي حتى شي حاجه، بانوا لي رجلي باقي رقيقين ما فيهم حتى حاجه، بانوا لي عاديين ما فيهم والو. هذه انا شفتها بعيني. هادشي اللي كان المريضات في موضوع الصيقان. كنتمنى يكون الفيديو استفدتوا منه. الى عندكم اي حاجه خليوها ليا في التعليق. للاسف القناه هبطت بزاف بزاف بزاف، الحمد لله على كل حال، الحمد لله ما وفقنيش ربي في هذا المجال هذا، الحمد لله. لان هذا المجال ديال سميتو المشكله انا عارفه الغلط فين كاين، هو انه خصني نتجاوب مع الناس، خصني هذا. انا درت لكم درت انستغرام، درت واتساب. صراحه واتساب حيدته، علاش؟ حيت ما كنرقاش اللي غيدخل القلال اللي دخلوا قالوا لي هذوك التجارب ديالهم وحطيتهم لكم. اغلب اللي كيسولوني كيخليو الفيديو كيجيو كيسولوني، والمشكل الاسئله اللي كيسولوني فيها انا هضر عليها في الفيديو، يعني هي سامعه في الفيديو جات تسولني بحال انا ماشي انا اللي كنهضر، راه هذيك راهي انا هضرت في ديك الفيديو اللي نهضر معاك في الواتساب. فما بقيتش كنجاوب، وخا حيدتو كاع صافي، لان ما مستافده منه حتى شي حاجه. نبقى انا جالسه نضيع الطاقه ديالي نبقى نجاوب في بنادم، ما يمكنش. وقناتي انايا كتضيع ليا، كتهبط ضيعه نضيعوا كاملين. نكذب عليكم؟ ما نكذبش عليكم، لحقاش كنشوف الناس طلعوا تبارك الله اللهم بارك لهم. انا هذا هو نصيبي وهذا هو حظي، ماشي مشكل. داكشي انا حيدته. الانستغرام بغيت نشط فيه حتى هو ما كنرقاش زعما الناس تجاوب وداكشي، فما عرفتش شنو غادي ندير. الحمد لله. تهلاو في راسكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.